تعرف ان في اكلات هي بتكون السبب في زياده وزنك او انت مش عارف تخس وانت اصلا مش عارف ان هي دي السبب. يعني بيجي لي ناس يقول لي انا ملتزم بالدايت وعامل كل حاجه كويسه، وتيجي تساله على حاجه بسيطه، كلت زبادي؟ يقول لك اه انا كلت زبادي. كلتها بايه؟ يقول لك ده انا بحب الزبادي بالفراوله. ما يعرفش ان ممكن تكون الزبادي بالفراوله ببعض اللخبطات التانية اللي هنقول عليها النهارده هي السبب في ان هو ما بيخسش وان هو يزيد في الوزن بكل سهوله. بيكون فاكرها حاجه صحيه وهتفيده، لكن هي في الحقيقه حاجه هتزود معاه الوزن بكل سهوله. فالنهارده ان شاء الله هعرفك اهم 5 اكلات ممكن يكونوا السبب في زياده وزنك وانت مش واخد بالك منهم. الاكله رقم 1 زي ما قلنا وهي الزبادي اللي بنكهات، تمام؟ ويعني يجيب لك زبادي قليل الدسم بس منكه بطعم الفراوله ولا بطعم السكر، ويكون فاكر ان هو ده حاجه صحيه، لكن هو في الحقيقه بيحتوي على سعرات عاليه جدا او بيحتوي على سكر مصنع عالي جدا. فالسكريات العاليه دي بترفع مستوى الجلوكوز في الدم بسرعه جدا، وده بيساعد على تخزين الدهون بكل سهوله. فانت تعمل ايه طيب في الموضوع ده؟ تجيب زبادي طبيعي، زبادي بدون اي اضافات، وانت تضيف عليه بقى فراوله، تضيف عليه موز، تضيف عليه تفاح، قطع عليه الفاكهه اللي انت عايزها وتحط عليه سكر دايت، ما عندناش اي مشكله، لكن ما تجيبوش جاهز بنكهه معينه. رقم 2 وهي المكسرات وزبده الفول السوداني. دايما بننصح الناس انه يكون في سناك كده مكسرات ياخدها في اليوم. فالناس بيجيب مكسرات وبياخد مكسرات بكميه كبيره وهو مش واخد باله. المكسرات دي اصلا رغم ان هي غنيه بالعناصر الغذائيه طبعا الصحيه والدهون الصحيه وكويسه جدا، بس سعراتها عاليه جدا. فانت لما تاخد منها كميات كبيره انت بتدخل سعرات عاليه، وده مش هيخليك تخس. وكذلك بالنسبه لزبده الفول السوداني نفس الكلام بينطبق عليها، وخاصه بقى كمان اللي بيكون فيها سكر مضاف، يعني خليه كده من المواد الطبيعيه، وخاصه بقى الانواع اللي بيكون فيها سكريات مضافه او محلى، تمام؟ او زيوت مهدرجه، فطبعا دي بتكون سعراتها عاليه جدا وبتلخبط الدنيا خالص، تمام؟ فالحل في الموضوع انك تعمل ايه؟ لما نيجي ناخد سناك من المكسرات بناخد 30 جرام، تمام؟ بناخد 30 جرام فقط لا غير، ما بتزودش عن كده، تمام؟ وزبده الفول السوداني بناخد برده كميات قليله وتكون طبيعيه خاليه من اي اضافات. رقم 3 وهي العصائر الطبيعيه او العصائر المعلبه، تمام؟ الناس بيبقى فاكر لما تكتب له ثمره فاكهه وان هو ياخدها كعصير هي لا، مش هي خالص. ده العصير ده بتكون سعراته عاليه جدا، تمام؟ ما فيهوش الياف، فانت بتاخد كميه اكبر ما بيشبعكش. يعني ما فيش واحد بيجيب مثلا تفاحيه ويعملها عصير، لا، ده انت بدل التفاحيه اللي هتاكلها وتشبعك دي لانها غنيه بالالياف، لما تيجي تعمل عصير ممكن تاخد 3 4 تفاحات ما فيش اي مشكله، تمام؟ طبعا العصاير دي بتكون سكرياتها عاليه، سكر على طول طبيعي بس سكر عالي، ما فيش الياف، مش هتشبعك بكل سهوله، تمام؟ ونفس الكلام الناس اللي بتجيب العصاير المعلبه يقول لك ده انا جايب عصاير معلبه طبيعيه، برضو بتحتوي على سكريات عاليه جدا، نسبه السكر فيها بيكون عالي جدا، بيرفع مستوى الجلوكوز في الدم بكل سهوله، وبيساعد على تخزين الدهون في الجسم بكل سهوله، تمام؟ فانت دايما ثمره الفاكهه اللي بتاخدها خدها طبيعيه، الافضل ان انت تاخدها كثمره. طيب مش عايز تاخدها كثمره، خدها متقطعه، ممكن تقطعها وتاخدها، تمام؟ لكن ما تاخدهاش كعصير. خلي العصير ده قلله كده مره ولا مرتين في الاسبوع، مش كل يوم عصير وتقول لي انا ليه ما بخسش. رقم 4 وهي السلطات الجاهزه او الصلصات الجاهزه زي صوص الرانش، المايونيز، الكاتشب، الحاجات دي كلها بتكون سعراتها عاليه جدا لانها بتحتوي على نسبه دهون عاليه، وهي هتزودك في الوزن وانت مش واخد بالك ان الصلصه اللي حطيتها هي اللي هتبوظ معاك الدنيا. تبوظ، تمام؟ فانت دايما خليك في الصلصه بتاعت البيت، اعمل صلصه في البيت بنفسك كده، بتبقى حاجات بسيطه وحلوه جدا وصحيه وزي الفل، بلاش الصلصات الجاهزه. رقم 5 وهي الاطعمه الخاليه من الجلوتين، جلوتين فري. بقى منتشر دلوقتي ترند ان الناس بتجيب منتجات خاليه من الجلوتين ويقول لك دي منتجات صحيه وياكل منها براحته، تمام؟ وفي الحقيقه المنتجات دي اصلا عشان يعوض غياب الجلوتين بيكون فيها نسبه سكريات عاليه ونسبه دهون عاليه، فهي مش منتجات صحيه غير للناس اللي عندهم حساسيه من الجلوتين. لو انت ما عندكش حساسيه من الجلوتين خليك في المصادر الطبيعيه بتاع الاكل بتاعنا، وكل من كل حاجه من الخضروات والفواكه واللحوم، تمام؟ وما تلجاش للمنتجات دي، تمام؟ المنتجات دي ليها ناسها اللي عندها مشكله مع الجلوتين. ما عندكش مشكله مع الجلوتين خليك في الاكل الطبيعي، وهو افضل بكتير من
من الاطعمه الخاليه من الجلوتين. فالخمس اكلات دول ممكن يكونوا هم السبب اللي بيخلوك مش عارف تخس، وانت مش واخد بالك اصلا ان هم ممكن يأثروا، وهم يأثروا بشكل كبير جدا. فابدا لو في اي حاجه من الحنه والنهى دي بتاكلها ومنتظم عليها، ابدا اقطعها وانت هتلاقي نتيجه وهتدعي لنا ان شاء الله. كده يكون فيديو النهارده خلص، نشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلام عليكم.